السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم هوايتي مطبخي. اليوم نقدم معكم حلوة السميدة والكوك اللي كتجي زوينة بزاف صراحة شكلا ومذاقا، كتجي فتية مع سر النجاح ديالها. كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الا كنتوا اول مره تزوروا القناه وعجبكم الفيديو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. دعموني بلي لايك. يلا نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. فبسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفة او في هاد الحلوة، غادي نحتاجو قشور حامضة محكوكة، واحد ربع ملعقة صغيرة، غير راس ديال المعلقة صغيرة ديال خميرة الخبز، كتساعدنا في التشقق ديال هاد الحلوة وكيجي الشكل ديالها زوين. واحد ساشية ديال خميرة الحلوى من فئة 7 غرام او 8 غرام اللي متوفر. كذلك عندي اللوز فقط للتزيين، ممكن انك تستغني عليه. 3 البيضات، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، ماء زهر وسميده رقيقه. انا غادي نستعمل السميده البيضاء، صراحه كتجي زوينه وصحيه اكثر. تقدروا تستعملوا السميده الصفراء العاديه ديال الحرشه تكون رقيقه. غادي نحتاج 250 غرام ديال الكوك من نوعيه جيده، وغادي نحتاج كذلك سكر كلاصي يكون توا من نوعيه جيده. غنحتاج ملون اخضر، تقدروا تستغناو عليه، فقط انا حيت غادي نستعمل السميده البيضاء باش يعطيني هذاك اللون الذهبي غادي نستعمله. فندوزو لطريقه التحضير. وفي اناء او قصريه غادي نوضع البيض مع السكر وغادي نطربو مزيان حتى يذوبوا دوك الحبيبات ديال السكر. من بعد غادي نضيف الزيت، وهنا بالنسبه للزيت نضيفوه تدريجي، يعني بشويه بشويه وحنايا مستمرين في التحريك. غنضيف راس معلقه صغيره ديال خميره الخبز ونخلط مزيان حتى تذوب ليا في الخليط. من بعد غادي نضيف قشور الليمونه او الحامض. من بعد غادي نضيف سكر عفوا غادي نضيف الكوك ونخلط، يعني هذيك 250 غرام كامله كنضيفوها ونخلطو مزيان. ومن بعد نبقاو نضيفو السميده بشويه بشويه، ما نضيفوهاش كامله في مره، غير بالقياس باش هكذا ما يقصح ليناش الخليط وتجي الحلوه قاصحه. غادي نضيف كذلك خميره الحلوى ونبدا نخلط هكا مزيان. انا هنايا غادي نستعن بقليل او قطرات من الملون، تقدروا تستغنوا عليه. وغادي نبقى نضيف تدريجيا سميده حتى نحصل على القوام اللي بغيت. وضروري الخليط يكون خفيف، ما تقصحوش الخليط ديالكم باش هكا تنجح معكم الحلوه وما تجيكمش قاصحه. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نجمع العجين ديالي او الخليط ديالي. من بعد ما حصلت على القوام اللي بغيت غادي نستعن بالقليل من الماء زهر وندهن به يديا ونشكلها كويرات بهذا الحجم، ما تكونش صغيره بزاف وما تكونش كبيره، باش هكا كتجي الشكل ديالها زوين. غادي نشكلها ونفندها في سكر كلاصي بهذه الطريقه. من بعد غادي نحطوها في صينيه الفرن. غنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الخليط ديالي او العجين ديالي. بالنسبه للطياب ديال هاد الحلوه فضروري كنكونوا مشعلين الفران من قبل، يعني كيسخن. من بعد كنقصوا عليه شي شويه، كنخليوها على عافيه مهيله، كنزلوا الصينيه ديال الفرن لتحت حتى كتشقق لينا وكتاخذ لينا داك اللون الذهبي. عاد من بعد كنرجعوا الصينيه للفوق. كنتمنى يكون الشرح واضح.
تاخد لينا فقط، يعني ما كتاخدش واحد الوقت بزاف ملي كنطلعوها الفوق. يلاه كتشمع لينا وتاخد لينا داك اللون الذهبي من التحت وطيب صافي، مباشرة كنخرجوها. من بعد ما نكمل الكمية اللي عندي، غادي نوضع اللوز فوق من الحليوه ديالي. وفي هذه المرحله الا ما غاديش تستعملوا اللوز، تقدروا انكم تضغطوا على الحليوه هكا ضغطه خفيفه غير بالاصبع ديالكم، فقط باش هكا ما تجيش منفوخه وتجي عاليه بزاف. وإلا غادي تستعملوا اللوز فما تضغطوش عليها نهائيا، يعني هذيك الضغطه ديال اللوز كافيه. كيف ذكرت معكم ندخلوها الفران اللي يكون مسخن من قبل. اون فوا كندخلوها كنقصوا على العافيه، خصها تكون مهيله. كندخلوا صينيه الفرن خصها تكون من تحت العافيه، الصينيه ديال الحلوى خصها تكون من تحت العافيه، العافيه تكون من فوق الحلوى. كنتمنى الشرح يكون واضح. اون فوا كتشقق ونحاولوا ان نعطيوها الخاطر، ضروري كنأكد على هاد النقطه، عطيوها الخاطر وحتى تفك علينا او تشقق لينا عاد باش نطلعوا اللاطه للفوق الجهه الفوقانيه. فقط تاخذ لينا داك اللون الذهبي وتحمر لينا من التحت، ماشي تحمر لينا عفوا، غير تاخذ لينا داك اللون الذهبي وتشمع لينا من التحت. ما تخليوهاش تحمر، لان لا تحمرات بزاف غادي تجيكم قاصحه. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح. وكيف كتلاحظوا الحليوه ديالنا هاهي وجدات صراحه كتجي زوينه بزاف ودغيا كتوجد، ما كتاخذش معنا وقت كتير. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. من هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، وما بقى لي الا نقول لكم دمتم بخير، الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.